احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حرب حصلت في الجزيرة العربية. الحرب دي استمرت أكتر من 40 سنة، وبعض الباحثين في التاريخ بيقولوا لا، إن هي استمرت حاجة و20 سنة. أيا كان، الحرب دي حرب عظيمة جدا وكلنا عارفين اسمها، وهي معروفة باسم حرب البسوس. طبعا لو جيت سألت أي حد عن حرب البسوس هيقول لك عن السبب المباشر ليها، ولكن للاسف حرب البسوس ما كانش ليها سبب مباشر قوي اللي احنا هنحكي عنه دلوقتي، ولكن كان ليها مقدمات كبيره جدا. تعال نبدا الحكايه من الاول. مبدئيا كده، اللي يدرس التاريخ الجاهلي والتاريخ العربي القديم هيلاحظ حاجه غريبه قوي، ان العرب زمان كانت الاسماء بتاعتهم مش مجرد اسماء عاديه. بغض النظر عن صعوبه نطق الاسماء او سهولتها، مش دي القصه، ولكن الاسم نفسه كان بيبقى ليه مغزى. يعني مثلا الاسماء بتاع الخدم بتوعهم كان بيحب هنا يسموا العبيد او يسموا الخدم اسماء ترجع ليهم هم شخصيا. يعني مثلا يسمي الخادم بتاعه يزيد، جميل، سهل، نعيم، دي كلها اسماء بترجع لسيده. اما كانوا بيسموا عيالهم بقى او اولادهم بالتحديد اسماء تكون الصفات بتاعتها ترجع على اعدائهم. يعني مثلا يسمي ابنه مره، كليب، عدي، صخر، حرب. هنا الفرق ما بين الاسماء بتاعه العبيد والاسماء بتاعه ولادهم كانت واضحه قوي. طبعا كلنا عارفين ان العرب زمان كانت بتقوم بينهم حروب لاسباب تافهه، والحروب دي كانت بتستمر لسنين وسنين. اشهرهم حروب كتير جدا زي حرب الفجار، ولكن الحرب بتاعت النهارده زي ما اتفقنا ان هي حرب البسوس. الحرب دي قامت بين قبيلتين، والقبيلتين ولاد عم، قبيله تغلب وقبيله بكر، والاثنين بينسبوا لجدهم الاكبر وائل. قبيله تغلب منها ربيعه، ربيعه ده اللي مخلف كليب وعدي. وعدي ده خد بالك هنسمع دلوقتي عنه اسامي كتير جدا، يعني ممكن نسمع عنه مثلا اسم الزير سالم، او احيانا نسمع اسم المهلهل ابن ربيعه، او احيانا بيقولوا عليه ابو ليلى المهلهل. اما قبيله بكر فكان فيهم شخص اسمه مره. مره ده كان مخلف اولاد كتير جدا، اشهرهم همام وجساس وبنت ثالثه اسمها جليله. عايزك تركز قوي مع جليله عشان هيبقى عليها محور كبير قوي في القصه. طبعا ما تنساش ان تغلب وبكر ولاد عم، وفي نفس الوقت ان ربيعه ومره ولاد عم. مره هنا قلت ان هو مخلف بنت اسمها جليله، وربيعه هنا مخلف ولد اسمه كليب، والاثنين كانوا بيحبوا بعض جدا، وكل الناس من زمان عارفه ان جليله لكليب وكليب لجليله. ولكن هنا بيظهر شخص بيعكنن عليهم الليله شويه. الشخص ده اسمه التبع اليمني او حسان اليماني. الراجل ده كان ملك من عرب قحطان، كان مشهور ببعض الصفات اقل ما يقال عليها انها صفات زي الزفت. يعني كان بيشرب الخمر، يتزوج كل يوم صبيه، لا يعرف الحلال من الحرام، لا يفي بالعهد، ما بيعملش حاجه حلوه في حياته بالبلد. ويقال كمان ان الراجل ده من كتر الحروب اللي دخلها افنى حضاراته وقبائل. وفي يوم كده وهو قاعد مع الوزير بتاعه اسمه نبهان، قال له يا وزير، هل هناك من هو اقوى مني؟ الوزير بتاعه قال له في ناس في الشام قاعدين هناك وعندهم بنت حلوه قوي، البنت دي اسمها جليله، نقدر نقول عليها كده انها اجمل بنت في القبيله، او اقول لك هي اجمل بنت في نساء العرب. عمنا التبع هنا بقى مش بيفكر انه يحارب اهلها، لا بيفكر انه يتجوز جليله. طبعا هياخدها هنا من مين؟ من ابوها مره، وفي نفس الوقت غصبا عن حبيبها كليب. طبعا للاسف مره هنا ما كانش يقدر يرفض للراجل ده طلب. وفي نفس الوقت يقال في بعض الروايات ان الراجل ده اللي هو التبع اليماني قدر انه يغري اخوات جليله بان يدوهم بعض المناصب وبعض المناطق يحكموها، وفعلا هيتم الزفاف وهتنتقل جليله من مكانها الى اليمن. طبعا موكب كبير جدا عباره عن 100 صندوق شايلهم جمال فيهم هدايا ولبس وذهب، وفي نفس الوقت الهودج او الجمل اللي راكباه الجليله بيتقدم الليله دي كلها. في مهرج ماشي قدام الموكب بسيف عمال يعمل بعض الحركات البهلوانيه اللي بتعجب جليله. المهرج ده كان اسمه قشمر. لحد ما بيوصلوا هناك وبيدخلوا القصر وبيبتدي عمليه الرقص والغنى. بعد كده جليله بتطلب من التبع طلب، قالت له انا عايزه كل الناس اللي قاعده دي تطلع بره ونقعد انا وانت بس، وتخلي معانا المهرج علشان الحركات بتاعته بتعجبني. عمنا هنا التبع قلق شويه، ولكنه في نفس الوقت نفذ لها الطلب. كل الناس بتخرج، بيتبقى جليله والتبع والمهرج اللي احنا قلنا عليه قشمر. ولو انت متخيل اللي انا تخيلته معاك دلوقتي، ان قشمر فجاه بيرفع اللسان اللي حاطه على وشه وبتظهر شخصيته الحقيقيه اللي هو مين اصلا؟ كليب. وال100 صندوق يا معلم اللي انت ما تعرفهمش ان كان فيهم 100 فارس، وده يفكرك لو انت متتبع اول التاريخ بحرب طروادة. يخرج ال100 مقاتل هنا من الصندوق ومعاهم كليب ويقتلوا عمنا التبع اليماني، وترجع الجليله هنا مع كليب على بيتهم ويتجوزوا. ولكن هنا ابن عم التبع اليماني كان راجل اسمه عمران القصير، قدر يجهز جيش قوامه 100,000 مقاتل ودخل ضد كليب في معركه، ولكن كليب قدر ينتصر عليه. تاخد بالك هنا بقى ان شخصيه كليب هتبتدي تتحول،
هتتحول الى شخص طاغية، هتتحول الى شخص متجبر، هتتحول الى شخص جبار، وده هيظهر من التصرفات بتاعته. كليب يقال انه كان عنده جرب كلب صغير كده، بيقول لك لما كان كليب يحب يحط ايده على حته ارض معينه كان يطلق الجرو ده فيها، مكان ما الجرو ده يقعد تبقى الارض دي بتاعت كليب ومحدش يقدر يتكلم. في ليله كليب كان قاعد مع جليله وبيقول لها: من هناك اعز مني؟ هو في حد في الدنيا دي اعز مني؟ قالت له: اه، اخويا جساس وهمام. طبعا هو اتغاظ، يعني اخواتك اعز مني؟ طب انا بعمل ايه في حياتك؟ طبعا اللي انت ما تعرفوش يا معلم ان جليله خلفت لكليب 7 بنات وما خلفتوش الولد اللي هو كان بيتمناه. في مره ثانيه كان قاعد معاها وبيقول لها: هل تعلمين من هو امنع مني ذمه؟ قالت له: اه، اخويا جساس. فعمنا كليب اتغاظ قوي وطلع بره كده، وقف على باب بيته من بره، وفجاه لمح من بعيد الجمال بتاعته بترعى في الارض، ولمح وصيهم ناقه كده غريبه، فمن كتر الغيظ اللي فيه راح ساحب السهم بتاعه وراح ضارب الناقه في ضرعها. الناقه هنا طلعت تجري على صاحبتها وهي بتنزف دم مع لبن. صاحبتها دي تبقى مين؟ البسوس. البسوس اسمها سعاد بنت منقذ، وتعتبر هنا خالة جليلة وهمام وجساس. يقال على الست دي انها كانت جميلة وفي نفس الوقت فصيحة وكمان شديدة البأس، وكمان بتركب الخيل زي الرجالة، لدرجة انها قالت: انا مش هتجوز اي حد، انا مش هتجوز الا الانسان اللي يقدر ينزل قصادي في قتال ويتغلب عليا كمان. وبالفعل اتجوزت واحد اسمه سعد اليماني. طبعا لو انت مركز مش سرحان هتعرف ان سعد اليماني هنا يقرب لمين؟ للتبع اليماني اللي قتلوا مين؟ كليب اللي كان عاوز يتجوز جليلة. وده هنا يوضح لك نقطة مهمة جدا، ان البسوس هنا كانت بتحب التبع اليماني جدا، وكانت موافقه كمان على جوازه من جليله، وفي نفس الوقت بتكره كليب وبتكره اللي عمله في التبع وقتله ليه يوم فرحه في قصره، فعلشان كده اتلككت لموضوع الناقه بتاعتها. وكمان هنا البسوس كانت بتقول على الناقه بتاعتها انها مش اي ناقه، انها ناقه من نسل ناقه سيدنا صالح، وطبعا ده كلام كده. طبعا البسوس هنا كان كل همها انها تعمل فتنه ما بين العيلتين او ما بين القبيلتين عشان تسأر للتبع اليماني وتسأر للناقه بتاعتها. طبعا البسوس هنا كان عايزه تعمل فتنه ما بين كليب واخواته وما بين مره واولاده. في نفس الوقت كانت تروح تزور ولاد اختها همام وجساس وتقعد تفتن ما بينهم وما بين كليب، تقول لهم ان كليب تجبر وان كليب ما جاش حد واقف قدامه، وفي نفس الوقت تروح لكليب تقول نفس الكلام. طبعا كليب كان قريشها وحاول يحذرهم اكتر مره ويقول لهم: ابعدوها، ما تخلوهاش توقع ما بيننا، لحد ما حصل موضوع الناقه. وكانت بتقول عن الناقه دي ايه؟ ما هجرت بلادي الا لاجل هذه الناقه التي كلما نظرها امير او ملك طلبها مني. يعني انا ما سبتش بلادي الا عشان خاطر الناقه دي، واي امير او ملك كان بيشوفها كان بيطلبها مني. طبعا بعد ضرب الناقه على طول عمنا جساس طلع وشاف اللي حصل وفهم بسرعه، قال لك بس النوق بتاعتنا راحت ترعى مع النوق بتاعت كليب والناقه دي سرحت معاهم، فكليب شافها وقتلها، وحب هنا يهدي خالته: لا هديكي ناقه بدلها، ما رضيتش. طب هديكي 10 نوق بدلها، برضه ما رضيتش. من الاخر كده البسوس بتتلكك عشان اي حرب تحصل والسلام. جساس اتغاظ من اللي عماله تقوله البسوس لان عماله تحرش فيه، فراح قال لها: اسكتي ولا تراعي، اني ساقتل جملا اعظم من هذه الناقه، اني ساقتل غلال. غلال ده يبقى مين؟ الجمل بتاع كليب، وكان اسمه عليان ومعناها الفحل او الضخم. طبعا كليب هنا لما سمع التهديد اللي قاله جساس اتضايق جدا، ازاي ان جساس يفكر انه يتوعد انه يقتل الجمل بتاعي؟ طب لو جدع يعمل الكلام ده. من هنا بقى اصبح في تهديد ووعيد ما بين الاثنين، والسبب فيه الكلام اللي عماله تقوله البسوس وتحريضها لاولاد اختها. هنا هيظهر معانا شخص في القصه هيزق الموضوع لقدام شويه، الشخص ده اسمه عمرو ابن الحارث، يبقى ابن عم جساس. طبعا الارض اللي قاعد فيها قبيله بكر وقبيله تغلب ابتدى هنا تجف، وابتدى مفيش ميه ومفيش زرع، فالقبيلتين هنا ابتدوا يتحركوا لاماكن ثانيه لعل وعسى يلاقوا ميه في اي حته ويقعدوا هناك. طبعا عمنا جساس خد القبيله بتاعته ووصلوا عند غدير ميه، الغدير ده اسمه الشبيس. هناك ظهر لهم عند الغدير كليب، قال لهم: بتعملوا ايه؟ الغدير ده بتاعنا ومش مسموح لكم انكم تشربوا منه. عمنا جساس خد القبيله بتاعته وطلع لقدام شويه ووصل عند غدير ميه اسمه الاحاص، ظهر له هناك برضه زي العفريت كليب وقالوا: الغدير ده بتاعنا ومش مسمح لكم تشربوا منه. طبعا الموضوع هنا بالنسبه لقبيله بكر دخل في الجد شويه، لان الناس هنا هتموت من العطش وجساس مش عارف يعمل ايه، فجساس هنا قدر يتحرك لمكان ابعد بكتير من اللي موجود وقدر فعلا يوصل لغدير ميه هناك. الغدير ده اسمه الزنائب، وبعد ما شرب هو وقبيلته اللي كانوا على وشك انهم يموتوا من العطش يظهر لهم كليب للمره الثالثه. وهنا يحصل بقى المناوشات اللي ما بين كليب وما بين جساس. جساس في لحظه شجاعه هيندم عليها بعد كده، هيروح مطلع الرمح بتاعه ويروح ضارب كليب موقعه على الارض. عمنا كليب هنا في لحظه اندهاش وذهول في نفس الوقت وصدمه: انا كليب العظيم اتقتل وعلى ايد مين؟ جساس. طبعا مين واقف مع جساس؟ اوعى تنسى اللي انا قلت لك عليه من شويه، عمرو ابن الحارث. كليب هنا حس بنهايته فابتدى يحس بالعطش، فراح طالب من جساس انه يديله بق ميه، فجساس رفض،
فراح عمنا كليب هنا باصص لعمرو بن الحارث وطلب منه بق ميه، عمرو هنا يديله بق ميه؟ لا، راح مخلص عليه بالسيف وكمل عليه خالص. ومن هنا ظهر بيت الشعر اللي بيقول: المستجير بعمرو حين كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وطبعا بيت الشعر هنا ليه مغزى او ليه معنى، هو عايز يقول لك كمثال، هو ان انت لما تكون واقف مثلا حافي على ارض بتلسوعك، هتعمل ايه عشان تهرب من اللي انت فيه؟ هتروح لمكان فيه ظل. فانت لما تستجير بعمرو بن الحارث كانك بتهرب من الرمضاء بالمكان السخن، بتهرب منه للنار. زي ما هنا حصل ان كليب طلب من عمرو بن الحارث بق ميه، فالراجل اداله بق ميه، لا ده قتله وكمل عليه. طبعا جساس هنا بعد ما كليب اتقتل حس بالكارثه والمصيبه اللي هو حط نفسه وحط قومه كلهم فيها، فراح راكب فرسه وجري جري على اهله. مره ابو جساس شايف جساس جاي من بعيد وراكب الحصان، وشايف ان ركب جساس باينه، الركبتين بتوعه باينين. فالراجل لما شاف ابنه جاي من بعيد والركبتين بتوعه باينين قال: والله ما خرجت ركبتاه الا لامر عظيم، لان انا عارف ابني كويس وانا ادرى الناس بيه. لان جساس كان عنده داء جلدي في ركبته، الداء ده ما كانش بيحب حد ابدا انه يشوفه، فمعنى ان هو يخلي حد يشوفه والناس كلها تشوف المنظر ده يبقى فيه كارثه حصلت. وفعلا اول ما جساس بينزل بيقابل ابوه ويقول له: اني قد طعنت طعنه لتشغلن بها شيوخ وائل زمنا، انا النهارده طعنت طعنه هتخلي الحرب والدم بين قبائل وائل لمده زمن. انت عملت ايه؟ قال له: انا قتلت كليب. قال له: بس خربت. طبعا مر هنا ما كانش قدامه غير حل من الاثنين، يا اما يسلم ابنه جساس علشان خاطر يسأروا بيه، او يا اما ياخد ولاده ويهربوا. ولكن في اللحظه دي لو انت متتبع معايا في البدايه، انا قلت لك ان مره كان عنده ثلاثه: جليله اتكلمنا عنها، وجساس اللي بنحكي عنه دلوقتي، وفي شخص ثالث احنا لحد دلوقتي ما اتكلمناش عنه وهو همام. همام في الوقت ده بالتحديد في التو واللحظه ده كان قاعد مع مين؟ مع الزير سالم او المهلهل ابن ربيعه او عدي ابن ربيعه، ايوه بالظبط كده، اخو كليب. وطبعا هم كانوا اصحاب جدا وقاعدين بيسكروا لحد ما دخلت عليهم جاريه وراحت جايه على ودن همام وقالت له: اهرب بسرعه دلوقتي على الحصان اللي موجود بره، لان اخوك جساس قتل كليب اخو اللي انت قاعد معاه. طبعا عمنا همام هنا اتصدم وما تخيلش، وعمال يفكر في رد الفعل اللي ممكن يكون من الزير سالم تجاهه لو عرف ان اخوه قتل اخوه. فالزير سالم قال للهمام: في ايه؟ الجاريه دي كانت بتقول لك ايه؟ فقال له: ابدا مفيش حاجه. قال له: عيب، احنا اتفقنا ان احنا اصحاب وما نخبيش حاجه على بعض. فقال له: على فكره اخويا جساس قتل اخوك كليب. تخيل ان الزير سالم ضحك، ايوه ضحك، بس ضحك ضحكه المستهزئ. يا راجل انت بتقول ايه؟ انت بتهرج؟ بقى جساس يقتل كليب؟ انت اكيد بتقول نكته. وكمل شرب عادي وكانه ما سمعش حاجه وكانه ما جاش في باله شيء. متخيل هنا العظمه اللي كان فيها كليب، ان هم مستحقرين ان واحد زي جساس يقتله. طبعا عمنا همام اتبسط، قال لك الحمد لله انه ما خدش الموضوع بالجد. وعمنا الزير فضل يشرب لحد ما وقع ونام. اللحظه دي همام بيقوم يلملم نفسه ويركب الحصان بتاعه ويجري جري على اهله. وهنا بقى عمنا الزير لما بيفوق من الليله اللي هو كان فيها بيكتشف الحقيقه، وان صاحبه فعلا ما كانش بيكذب عليه، وان جساس فعلا قتل كليب. طبعا هنا كليب اتقتل، واللي قتله جساس، وجساس ده يبقى ايه؟ ابن عمه واخو مراته في نفس الوقت. طبعا ولو جينا ندور على اتعس مخلوقه على وجه الارض في اللحظه دي فهي جليله، لان جليله هنا تبقى ايه؟ تبقى اخت القاتل وزوجة القتيل. طبعا زي ما قلنا ان الزير سالم اخو كليب، وبالبلدي كده هو وريث العرش، وقبل ما يكون وريث العرش فهو وريث دمه. وفي اللحظه دي بتكتشف جليله انها حامل وهتخلف لنا ولد بعد كده هيسمى الجرو، او زي ما هيطلقوا عليه بعد كده الفارس الهجرس. طبعا الجرو هنا اتكتب عليه انه يتربى في بيت قاتل ابوه اللي هو خاله جساس. تعال اقول لك بقى ان الزير سالم ده راجل لا كان ليه في الطور ولا في الطحين، يعني بالبلدي كده كان شاب صايع وضايع ومالوش في اي حاجه، واللي قدر يعمل منه الفكره اللي هتظهر بعد كده دلوقتي ويعمل منه الشخصيه الفظيعه دي هي الجليله بنفسها. لان نقدر نقول هنا ان الجليله خلقت لنفسها خصم ما كانتش تتمنى ابدا انها تواجهه. قبل السهاري دي كلها ما تحصل، وايام ما كانت الجليله على ذمه كليب، كانت دايما الجليله بتكره الزير سالم، وكانت دايما تحب توقع ما بينه وما بين كليب. يعني في مره من المرات قالت لكليب وهي قاعده بتعيط كده ان اخوك حاول يتحرش بيا، فكليب راح جايب اخوه وراح جايبه ممص زميله اللي هم قاعدين معاه، وراح مقلعه لبس الحرير اللي هو لابسه، وراح ملبسه لبس رعاة الغنم وخلاه هنا يرعى الجمال والنوق. هنا الزير سالم من كتر اللي بقى بيحصل فيه بقى اكثر خشونه واكثر قوه. بعد كده هنا الجليله ما سكتتش، راحت برضه وقعت ما بينهم وقالت له اخوك بيعمل حاجات مش لطيفه خالص ويا ريت انك تبعده عن هنا. كليب هنا خد الزير واضطر ان هو يبعده لمكان بعيد جدا، ويقال ان هم في السكه طلع عليهم سبع. تخيل هنا ان كليب ضرب السبع بالرمح اللي معاه ما جاش فيه، فانقض عليه الزير وقتل السبع، ويقال كمان انه طلع قلب السبع من مكانه واكله.
فكليب هنا رجع وحكى لجليله على اللي حصل، فاتغاظت اكتر، ده انا عايز اخلص منه، بيرجع لي اوحش مما كان. فجليله في الاخر اتفقت مع مجموعه ان هم يخطفوا الزير سالم ويقتلوه، ولكنه نجا وقدر يقتل الناس اللي هو كانوا واخدينه علشان يقتلوه. جليله بقى حلمت حلم بقى كده غريب، هو طبعا مش حلم ولا حاجه، دي كانت افتكاسه من عندها عشان خاطر برضه تغدر بالزير للمره الاخيره. راحت لكليب وقالت له على فكره انا حلمت ان انا بشرب لبن السباع، وعلى فكره الرؤيه دي لو اتحققت انا هنجيب لك الولد اللي انت بتحلم بيه، ومحدش هيقدر يجيب لنا لبن السباع الا مين؟ الا اخوك الزير. طبعا الزير فعلا بيقدر يتحرك ويقدر هناك انه يواجه السباع وكمان يجيب لهم اللبن بتاعهم. انا مش عارف هو جاب لهم لبن ازاي، هي قصه كده عبيطه من ضمن الحاجات اللي موجوده، ولكن يعني من ضمن الكلام اللي بيتقال هنا. لو انت تاخد بالك ان جليله خلقت لنفسها أسوأ خصم كانت ممكن تتخيل في حياتها انها تقابله، ولو كان عندها علم ان الزير هيتحول للشخص الشرس اللي هنسمع عنه بعد كده ما كانتش عملت ده كله، وكانت سابته يضيع مع الضياع. طبعا الزير لما وصلوا خبر مقتل اخوه بعد كده انهار جدا وخد نفسه في عزله تامه وفضل يشرب الخمر وقعد فتره طويله جدا بعيد عن بلاده، لدرجه ان مره وولاده همام وجساس بعد ما كانوا هربانين رجعوا لانهم خلاص اطمنوا وقالوا ان مفيش حاجه هتحصل. وهنا كبار قبيله تغلب راحوا لكبار قبيله بكر وطلبوا منهم 4 مطالب، والاربع مطالب بالتحديد مش المطلوب يتنفذوا كلهم، المطلوب ان انتوا تختاروا ما بين القوسين، يعني اختاروا طلب من الاربعه. الطلب الاول اللي طلبوه كبار بكر قالوا لهم اول حاجه ان انتوا ممكن تعملوا لنا انكم تحيوا كليب، يعني ترجعوا لنا كليب تاني بعد ما مات. او الطلب الثاني ان انتوا تسلموا لنا جساس نقتلوه ويبقى واحد قصاد واحد. او الطلب الثالث ان انتوا تسلموا لنا همام ويبقى برضه واحد قصاد واحد. او الطلب الاخير يا عم مره ان انت تمكننا من نفسك ونقتلك انت ويبقى واحد قصاد واحد. اقول لهم والله يا جماعه ردي على الاربع طلبات بتاعتكم كالاتي: الطلب الاولاني ان احنا نحيي كليب ده مش هيحصل، ده مستحيل طبعا. اما الطلب الثاني ان انا اسلمكم جساس فجساس ده هرب وانا ما اعرفش هو فين اصلا. اما الطلب الثالث ان انا اسلمكم همام فده ما ينفعش طبعا، لان همام ده ابو 10 وعم 10 واخو 10. اما الطلب الرابع ان انا اسلمكم نفسي فده مش هيحصل طبعا، انا بصراحه راجل عجوز وما بفكرش في الموت دلوقتي. طبعا قلت لك قبل كده ان جليله كانت مخلفه 7 بنات، كانت اشهرهم بنت اسمها اليمامه. اليمامه بنت كليب دخلت على عمها الزير وطلبت منه انه لازم يسأر لابوها. عمنا الزير هنا طلع وقال جمله عظيمه جدا، قال: لاقتلن بكل عضو من اعضاء كليب رجلا من بكر. واقسم انه لا هيشرب خمر ولا هيحط عطر ولا هيعرف اي حاجه عن اللهو الا لما ينفذ اللي في باله. هيطلع الزير هنا معاه جيش مكون من 400,000، هيقابلوا قبيله بكر اللي فيها اكتر من 300,000 في منطقه اسمها منطقه الزنائب، والزنائب دي لو تفتكر كانت بير الميه او غدير الميه اللي جساس قتل عنده كليب. وهينتصر هنا الزير على قبيله بكر انتصار صح. كده هيتقابلوا في معركه ثانيه اسمها معركه عنيزه، برضه هينتصر فيها الزير. بعد كده هيتقابلوا في معركه القصبات، وفي المعركه دي بالتحديد هيحصل الحاجه اللي الزير ما كانش حاببها او هتألمه شويه، ان همام نفسه صديق الزير هيتقتل، لدرجه لما شاف جثته مقتول حزن عليه جدا وقال: والله ما حزنت على احد بعد كليب الا همام. طبعا اكيد انت وانت بتسمع دلوقتي هتقول بس الحمد لله كده الراجل قلبه ارتاح وفش غليله من اللي حصل وهمام اتقتل واحد قصاد واحد ونلم الليله دي. ولكن لا، قبيله تغلب هنا كانت مكتسحه قبيله بكر، لدرجه ان في ناس اصلا من قبيله بكر انسحبت من الحرب، لدرجه ان جساس راح استعان بملك الحبشه والسودان كان اسمه الملك الرعيني. الملك ده فعلا جاب جيش وكان جاي هنا عشان خاطر يقاتل مع جساس، ولكن هو في السكه هنا عمنا الزير دبر له مؤامره اغتيال وقتله. طبعا مره هنا عرف ان الموضوع بيخرب فقال للجساس: انت تهرب وتروح عند اخوالك في الشام. الزير عرف ان جساس هيهرب عند اخواله فراح بعت له واحد اسمه ابو نويرك ومعاه 30 راجل. تخيلوا ان جساس هنا قدر يقتل ابو نويرك وقدر يقتل 15 واحد من ال30 ولكنه ما قدرش يفلت في النهايه واتقتل. طبعا هنا مره وصل له خبرين، يعتبر خبر حلو وخبر وحش. الخبر الوحش ان ابنه مات، اما الخبر الحلو ان الحرب خلصت ولكن للاسف ما خلصتش. طبعا هنا مره بعت للمهلهل او بعت للزير سالم بمعنى صح وقال له كده الحرب خلصت خلاص بقى كفايه كده. فرد عليه الزير سالم وقال له لا، الحرب لسه ما خلصتش، مع ان السبب الاساسي للحرب انتهى هو ان جساس اللي قتل كليب هو نفسه اتقتل. هنا بيظهر لنا شخص بقى جديد بيزق معانا القصه لقدام خالص، اسمه الحارس ابن عباد ابن ضبيعه. الراجل ده بالمناسبه كان من قبيله بكر، وعلى فكره لما الحرب بدات كان معتزل الحرب، يعني كان من ضمن الناس اللي قالوا لا يا جماعه احنا مالناش في الحرب خالص. كان فارس مغوار وكانت الحصان بتاعه او الفرس بتاعه كان اسمه النعامه. الراجل ده كان قوي جدا وشجاع جدا، بس اهم من صفه القوه والشجاعه اللي كانت فيه كان عنده صفه الحلم والحكمه. ولما بدات الحرب زي ما اتفقنا قال: يا جماعه انا ماليش في الحرب دي حاجه، لا لي فيها ناقه ولا جمل. ومن هنا ظهرت المقوله دي على فكره. قال: هذه الحرب لا ناقه لي فيها اللي هي ناقه البسوس، ولا جمل اللي هو جمل كليب. يبقى ايه اللي دخلني في حاجه انا لا لي ناقه فيها ولا جمل؟ ومن هنا ظهرت المقوله دي اللي احنا بنقولها لما يكون انا عاوز ابعد عن حاجه ماليش فيها اي مصلحه. طبعا الحارس هنا عاوز يلم الليله، فراح جايب ابنه كان اسمه بوجير
وقال له انا هبعتك عند الزير. بعت للزير مع ابنه بجير وقال له يا ابني انا بطلب منك الوساطه ان احنا ننهي الحرب دي، فلو انت حابب تنهي الحرب كده مفيش مشاكل خلاص يبقى كتر خيرك، ولو انت عاوز تقتل ابن بجير مقابل ان الحرب برضه تخلص انا برضه ما عنديش مشاكل. تخيل ان الراجل هنا ما كانش عنده ادنى شك ولا ادنى تراجع ان هو يضحي بابنه في سبيل ان الحرب تخلص. تخيل بقى الزير عمل ايه؟ قتل بجير وما وقفش الحرب، يعني قمه الجبروت، ويا ريته كمان كده بس. فراح قال للبجير كده أتظن أنك أنت بكليب؟ أنت لست بشعث كليب. يعني وأنت فاكر نفسك إن أنا أقتلك عشان يبقى أنت قصاد كليب؟ ده أنت ما تحصلش رباط الجزمة بتاع كليب. طبعا من الحارس اتغاظ جدا من اللي حصل، لدرجة إن سأل الناس اللي كانوا مع بجير وقال لهم إيه آخر حاجة قالها بجير قبل ما يموت؟ قالوا له قال جملة غريبة قوي: إن رضيت بنو ضبيعة رضيت. يعني إن بنو ضبيعة أهلي رضيوا إن أنا أتقتل بالطريقة دي أنا موافق. طبعا الحارس هنا هيجن جنونه وهيتحول هنا من صفة الحلم والحكمة إلى صفة القوة والشجاعة والانتقام لابنه وللي بيحصل. والراجل هنا أقسم قسم عظيم جدا، قال والله لا أكف عن قتل تغلب حتى تكلمني فيهم الأرض. يعني والله أنا ما بطل أقتل في بني تغلب أو في قبيلة تغلب إلا لما الجثث اللي تحت الأرض تطلع وتكلمني وتقول لي بطل قتل فيهم. اجتمعت قبائل بكر كلها تحت قيادة الحارس، وقبائل تغلب اللي في ناس كتيرة جدا منهم ابتدت تسيبهم وتمشي لأن خلاص الحرب شبه انتهت والمفروض إن جساس اتقتل، ولكن للاسف الزير مصمم. وهيتقابلوا الاثنين في معركه اسمها معركه تحلاق اللمم، لان الحارس هنا امر ان كل الجيش بتاعه يحلق شعره خالص، وامر ان يبقى معاهم النساء في الحرب، والنساء تبقى معاهم عصي وميه، ويدوروا دايما في الجثث. لو لقيوا واحد مش حالق شعره ما يدوهوش ميه ويضربوه لما يموتوه، لانه اكيد هيبقى من جيش الزير. اما لو لقيوا واحد حالق شعره وطالب الميه يسقوه. وفي المعركه دي اتقتل من قبيله تغلب الالاف من كتر القتل اللي عمال يحصل، لدرجه ان في ناس من قبيله تغلب حفروا سرداب تحت الارض في حته هيعدي فيها الحارس، وابتدوا يكلموه ويترجوه انه يوقف الحرب على اعتبار ان هم الموتى، ويقولوا له بر بقسمك بقى انت قلت ان انت مش هتبطل قتل فيهم الا لو اهل الارض كلموه، واحنا اهل الارض وبنكلمك. تخيل ان الراجل هنا طلع جامد جدا وطلع شجاع اخر حاجه وابر بالقسم بتاعه وقال خلاص انا هتوقف عن القتال. وطبعا السؤال اللي انت بتساله بقى دلوقتي الزير راح فين؟ الحارس قبض على الزير سالم، تخيل. ولكن للاسف الحارس هنا كان كبر في السن فما كانش يعرف الزير ولا ما كانش يعرف ملامحه، لدرجه انه قال للزير وهو ما يعرفوش ممكن تدليني على مكان الزير؟ فالزير هنا طلع لئيم وقال له طب ممكن تديني الامان وتديني وعد ان لو قلت لك فين الزير سالم انك ما تقتلنيش؟ قال له خلاص اقسمت عليك انك لو قلت لي اني مش هقتلك. الزير قال له على فكره انا الزير سالم، ها تبر بقسمك بقى. فالراجل هنا تخيل للمره الثانيه بيبر بقسمه وبيعفو عنه. الزير هنا بيرجع لاهله، تخيلوا يقول لهم ايه؟ الحرب لسه ما خلصتش، احنا هنحارب تاني. كلهم سابوه مشوا بقى، قالوا خلاص ده كده اتجنن رسمي. ويقال انه بعد كده اخذ بنته وراح اليمن، وهناك في ملك يمني اتغلب على الزير واتجوز بنته غصب عنه. تخيل ايه اللي حصل؟ قبيله بكر وتغلب جمعوا نفسهم وراحوا خلصوا بنته من هناك من ايد الملك. يهدى الزير برضه ما هديش، ولكن يقال انه فضل كده لحد ما مات. دي بعض الروايات. في روايه ثانيه بتقول انه خرج مع 2 من العبيد، فالاثنين العبيد قالوا بس الجدع ده شكله كده كبر وخرف واحنا عايزين نخلص منه. فهو سمعهم وسمع اللي هم بيقولوه، قال لهم خلاص انا كده كده كبرت ومش عايز حاجه من الدين، انا هسيبكم تقتلوني، بس ليه عندكم وصيه؟ ليه وصيه كده توصوها في بيتين شعر هقولهم لكم توصلوهم لبنت اخويا اليمامه وابن اخويا هجرس. مبلغ الحين ان مهلهلا لله دركما وضر ابيكما. ولكن اليمامه كانت بنت لئيمه شويه، لما سمعت بيتين الشعر قالت لا في حاجه غلط، في حاجه ناقصه، بيتين الشعر مش كاملين، بيتين الشعر دول او معنى صح دي شفره بعتها عمي عشان خاطر نفهمها. وان بيت الشعر اصلا بيقول من مبلغ الحين ان مهلهلا أضحى قتيلا في الفلاة مجندلا لله دركما وضر أبيكما لا يبرح العبدان حتى يقتلا. يعني أنا اتقتلت وما تسيبوش العبدين إلا لما تقتلوهم. على الرغم من إن الرواية هنا بنسبة كبيرة جدا ممكن ما تكونش صحيحة، ممكن تكون من وحي المؤلف، ولكن هنا بيحاول يبين لك مدى الحكمة والشجاعة وفي نفس الوقت الفطنة اللي كان فيها العرب. وبس كده عشان بصراحة أنا جبت آخري.